السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة ديالي، قناة شهوات وحلويات سمية. بالنسبة للوصفة اللي غنقدم لكم هاد النهار، كيف كتشوفوا في الصورة هانتوما، كي كتشوفوا في الصورة العجين المورق المالح اللي غنستخدموه في المملحات اللي غنقدروا نحتاجوه لرمضان ان شاء الله، لان رمضان ما بقاش ليه بزاف باش غادي يهل علينا ان شاء الله، وغنحتاجوا هاد الوصفة نطبقوها ونجربوها في هاد الفتره هادي ان شاء الله، باش الى جا رمضان يلقانا موجدينها، اولا ممكن انكم تصوبوها وتحطوها في الثلاجه ديالكم. يعني كيف كيديروا بعض الاخوات اللي عطاوني هاد الفكره هادي، كيصوبوها ويديروها في الفريغو اولا في الثلاجه، في الفريغو في الكونجيلاتور. ملي كيوصل رمضان كيلقى عندهم لي بات فيتي يخدموا بها لجميع المملحات. وممكن انكم الى بغيتوا تخدموا بها الحلو تنقصوا شويه من الملحه وتزيدوا في السكر. هذه من ضمن النصائح اللي ممكن انني نقدمهم لكم في هذا الفيديو هذا. وانتم كي كتشوفوا العجين المورق ناجح 100%، سهل التحضير، يعني التحضير ديالو تقريبا واحد 10 دقائق او لا على الاكثر، على الاكثر 15 دقيقه. نتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وتشتركوا معايا الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي، وتضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو باش وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء، وما تنساوش ديروا لايك لان اللايكات تاعكم كيهمونا. وخليوا لنا الراي ديالكم في الكومونتير لان ارائكم كلها كتهمنا والتشجيعات ديالكم كتهمنا. المهم هذا هو الفيديو اللي غنقدم لكم هذا النهار، نتمنى انه يعجبكم تبعوه حتى الاخير باش تعرفوا الطريقه والسر ديال هاد العجين المورق وينجح معكم ان شاء الله. نتلاقى معكم في المقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير غنحتاج لهاد العجين المورق، يعني المالح، يعني غنستخدموه للموالح. غنحتاج ليه نص كيلو ديال الفورس النوع الجيد، غنحتاج معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال سنيده. بالنسبه لمعلقه صغيره الملحه لانه بغيناه غنديروا المملحات، ومعلقه صغيره سنيده باش منين نطيبوه يتحمر لينا واحد شويه. بالنسبه للماء، انا غادي هاد الكميه هذه كتدخل ليا تقريبا 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء البارد. انا حطيت كاس وملي غيخوا غنعاود نعمرو من الروبيني، انا ما كنستخدمش شي ماء اخر، نستخدم الماء الروبيني. غنخويه ونعاود كنحتاج واحد 500 غرام ديال الزبده. ها هي انا درت، هانتوما كي كتشوفوا انا طلقتها على شكل مربع. بالنسبه للنوعيه ديال الزبده اللي غنستخدم، انا غنستخدم اطلس. هانتوما كي كتشوفوا طلقتها بالمدلك، نوعيه اطلس مارغرين خاص بالتوريق. طلقتها على شكل مربع لانني غنحتاجها شكل مربع. هانتوما كي كتشوفوا غنحطها على جنب حتى ملي غنحتاجها غنخدم بها. وبالنسبه لواحد الفكره اولا طريقه اولا استيوس اللي ممكن انكم تستغلوه ديروه في ديوركم، انا خديت هذا الحكيك هذا ديال برينغلز، يعني اغلبيتكم كيشريو لوليداتهم هاد الشيبس هذا. انا هاد الحكيك عندي، قلت انا خاصني باش نرش، قلت نستغلو، شديتو تقبتو بالفورشيت، سخنت شويه فورشيت وتقبتو بحال التقبات هادو، ودرت فيه المايزينا. المهم انا كنت خدمت بها، نعاود نعمرها المايزينا باش غنخدم، يعني كنرش به، لان هذا العجين المورق ما كنرشوش بالطحين باش ما يزيدش يقصح ليا، كنرشو غير بالمايزينا. وممكن ان هاد الحكيكات هادو يكونوا عندكم منهم 3 ولا اللي كان، تعمروا واحد بالكاكاو، ديروا واحد فيه الطحين واحد فيه المايزينا، يعني فوقاش ما احتاجيتو شي حاجه كتجبدوا الحكيك وكتخدموا به، يعني كيكون عملي وخفيف، يعني ماشي هادو اللي ما عندهمش اللي باقي ما شراوش ديك الكاس، هو نفس الفكره، كيكون مثقوب كتعمروه بالطحين ولا بمايزينا. انا فكره منها اقتصاديه، منها فيها شويه ديال البريكولاج، يعني هذه فكره نتمنى انكم تستحسنوها وتطبقوها عندكم باش نستغلوا هاد الحكيكات هادو اللي كنشريوهم، لانه ما فيهم حتى شي حاجه ضاره، يعني ما فيهمش شي ضرر، يعني ما فيهمش شي ضرر. المهم هذه فكره عطيتها لكم.
بالنسبه للطريقه نضيف هاد المعلقه صغيره ديال سنيده والمعلقه صغيره ديال الملحه، نخلطهم. بالنسبه للعجين خاصنا نعجنو باطراف الاصابع، ما نعجنوش ما ندلكوش العجين، ما خاصوش يتدلك، نبقاو نجمعوه حتى يتجمع لينا. نضيف الماء وكنبدا نخدم، كنبدا نجمع، ما نعجنوش، غير نجمعوه، ما ندلكوش. المهم انا هاد الوصفه هذه درتها لايف مع البنات، وبغيت نعاودها فيديو لان ماشي كلشي كيبغي يدخل لايف. قلت انا من الاحسن نعاودها فيديو باش يستافد الاكبر عدد ديال الناس. صافي كنبقاو نجمعو. انا ساليت الكاس الاولاني، غنعاود نعمر كاس اخر. هانتوما كي كتشوفوا ما كندلكش، كنجمع. نزيد نكمل العجين ديالي. المهم ها العجين ديالتي جمعتها كيف كتشوفوا، يعني ما دلكتهاش، غير جمعتها. غادي ناخذ موس وغادي نفلحها بحال علامه زائد وما نوصلش لتحت، ونخليها ترتاح واحد شويه، يعني من با واحد 5 ديال الدقائق نخليوها ترتاح، من بعد نتلاقى معكم. بالنسبه للتتمه ديال الوصفه كناخذوا هذا العجين، هانتوما كي كتشوفوا فلحتها، غنهبط هاد الجوانب هادو بحال الطريقه هذه هانتوما، وكنرش المايزينا بالشكل هذا. نعاود نرش شويه المايزينا باش ملي نطلقها ما تلصقش ليا على سطح العمل. صافي كندير المدلك، كندير فيه حتى هو شويه المايزينا ونبدا نطلقها بهذا الشكل هذا. نحاول نخرج لها هاد الجوانب ديالها، ونحاول ما نركزوش على الوسط، نحاول ما نركزش على الوسط، نطلقها غير القياس اللي غادي تكفيني لهاد العجين هذا، حيت انا بغيت تكفيني الزبده، حيت انا بغيت الزبده تجيني وسط العجين، يعني تجيني مغطيه كلها مغطيه بالعجين. كي قلت لكم خدمت بالزبده اطلس، غنديرها في الوسط وغنرد عليها الجوانب بهذا الشكل هذا، يعني غنغطيها كلها بهذا الشكل هذا. هانتوما نحاولوا نغطيو العجين كلها، ما تبقاش حتى شي جهه فيها الزبده باينه بهذا الشكل هذا. هانتوما نرش المايزينا حيت كتلصق. صافي نخليها واحد ترتاح واحد شويه. دابا غنطلق العجين ديالي، نطلقوها غير بشويه باش نطلقوا الزبده اللي في وسط منها، باش ما تخرجش لينا الزبده. نطلقوها غير بشويه بسياسه، نزربوش. بالنسبه للزبده اللي غتختاروا، اختاروا زبده تكون قاصحه، مانغارين تكون قاصحه. اما بالنسبه للناس اللي كيقولوا كيخدموها بزبده العبار، زبده العبار بالنسبه لنا حنا المهم قلت لكم بانني انا غنخدم معكم هنا دوبل تور، وغنوريكم تور عاديه كيفاش شنو المعني تاع تور عاديه ودوبل تور شنو معنيتها. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا شنو المعنى ديال تور ودوبل تور. دابا العجين طلقتها بهذا الشكل هذا. المهم غنقلبها
ندير المايزينا بعدا في سطح العمل باش ما تلصقش لينا، ونقلبها بهذه الطريقه. هذه الطريقه باش غنوريكم دوبل تور و تور. حاول انها تجيني مربعه من القناه من هنا، تلقى واحد شويه بحال هكا. حيت عندي البلاصه صغيره شويه، داكشي علاش انا غنحاول نقادها. المهم دابا باش غنوريكم دوبل تور شنو معنيتها. دابا عندي العجين هي هذه، يلاه انا طلقتها. عندنا تور عاديه، شنو معنيتها؟ يعني غادي نشد هذا الجزء هذا غنحطوه في الوسط بحال هكا، وغنشد هذا الجزء هذا غنحطو عليه بحال هكا. هذه تور عاديه، هذه تور عاديه. اما الدوبل تور هانتوما كنشوف كنحط هذا هنا، هذا الجزء هذا كنحطو هنا، كنجيب هذا الجزء هذا كنحطو معاه في الوسط الطريقه هذه هانتوما. من بعد كنجيب هذا الجزء هذا كنحطو فوق هذا الجزء هذا. اش كيولي عندي؟ كيولي عندي بهذا الشكل هذا دوبل تور. ودائما ملي نبغي نخدم لاباط فيتي، يعني منين نبغي نعاود نطويها، دائما هاد الجهه اللي محلوله تكون من جهتي انا اولا من الجهه الاخرى، ما تكونش لا من هاد الجهه ولا من هاد الجهه. ولكن انا دابا ملي غنبدا نطلقها نقلبها هكا، ولكن منين نبغي نطويها ضروري خاصني نقلب على الفتحه فين كاينه، يا اما تكون عندي الفتحه من الفوق يا اما من التحت. دابا غنطلقها واحد شويه، يعني ما غنحتاج ليها لا ثلاجه لا والو. يعني بسيطه هاد الباط فيتي، بسيطه ونحتاج لا الثلاجه لا برده نص ساعه ولا خرجها من الثلاجه نص ساعه. غنخدم عادي، يعني اي وحده فيكم ممكن انها تجربها وتصدق ليها، ولكن دائما كنقول لكم بشويه عليكم، ما تزربوش بالسياسه، غير بشويه باش العجين ما تقطعش وما يخرجش لكم الزبده منها، حتى الا خرجت لكم الزبده منها مشكله. كنطلقوها بحال هكا، تنشوفوا الجهد اللي بغينا. انا عندي سطح العمل صغير، ولكن واخا هكا غادي نحاول انني نمشي معاه. نقلبها بهذا الشكل هذا باش نطلقها بالعرض. طلقتها بالطول، دابا غنطلقها شويه بالعرض. اي بالنسبه للمدلك حتى هو راه كيعاون. بالنسبه لي انا هذا المدلك ما معاونيش بزاف. كاين واحد المدلك ديال الحديد، يعني ماشي حديد ولكن كيكون ثقيل. داك المدلك كيكون ثقيل كيعاون في الدليك، يعني ما كيعذبش، يعني غير كتحطيه على العجين كيطلقها لك بسهوله. هادو كيعذبوا شويه، خاصك مجهود، ولكن ماشي مشكل، قاضيين حاجه. نحاول نطلقها من هاد الدجاجاتني البيض. سطح العمل ملي كيكون عندك اتساع كتخدمي حريه. عندي سطح العمل صغير شويه، ولكن اللي بغى يدير شي حاجه راه يديرها، يعني باي بلاصه يديرها، باي قوام يديرها، خاص حتى حاجه تعكزنا. دابا درنا التور الاولى، دوبل تور الاولى، دابا غندير الدوبل تور الثانيه. هانتوما غنقلبوا على البلاصه اللي محلوله، ها هي شفتوها. دابا هذه بلاصه محلوله غتجي من جهتي،
غنعاود نحط هذه تقريبا هنا، ونحط هاد الجنب الجهه الاخرى هنا، وغنهز هذه اولا هذه. في الاول هزيت هذه، دابا غنهز هذه، ماشي مشكل، يعني نفس النتيجه. هانتوما ها هي دوبل تور الثانيه. نعاود نطلقها، يعني كي قلت لكم راه ما كنحتاج لا ثلاجه لا والو، كنخدم بها مباشره تور من دوبل تور من بعد دوبل تور. حتى الزبده كتعاون، ملي كتكون الزبده مزيانه باش التوريق راه كتعاونك. الا درتي شي زبده اخرى راه تقدر تعذبك. المهم هاد العجين كيف وعدت البنات غندير بهم مملحات. اول مملحه غندير فولوفون، من بعد غندير لي شوسون وشي نوع اخر بحال كورني ولا. المهم انا ديك الساعه غادي نشوف المملحه اللي غندير مع البنات. دابا درت جوج ديال لي تور ديال لي دوبل تور، بقات ليا وحده، غنزيد وحده وغنزيد وحده عاديه. دابا غندير الدوبل التور الاخيره اللي هي التور الثالثه. قلت تقريبا ما قبل الاخيره، حيت غادي ندير تور واحده اخرى عاديه. هانتوما هانتو هاي تور، بالنسبه لاخر تور يعني دابا درت لي تور، درت دوبل تور 3 المرات. يعني بحال ملي كتكون تور عاديه كنديروا 6 لي تور 6 دورات، وملي كتكون تور مزدوجه اي مدوبله تور دوبل تور كتولي عندي 3 ديال لي تور، وكنزيد وحده عاديه، وحده تور عاديه الاخيره اللي بها غادي نختم. التور العاديه كي قلت لكم في الاول. هانتو كنرد هاد العجين هنا الوسط، وكنرد عليه هذا الجزء هذا هنا. هذه هي تور عاديه. من بعد دابا غنقطعها لكم، نطلقها واحد شويه باش تلصق على بعضياتها. دابا غنقطع لكم العجين باش غتشوفوا التوريق ديالو، مدى نجاح التوريق ديالو. انا غنقطعو على 3 لانني غنحتاجو على 3 الاجزاء. هانتوما كي كتشوفوا هاد التوريق يعني كيبان لكم طبقه ديال الزبده وطبقه ديال العجين، يعني هنا كيبان لنا بان التوريق ناجح 100%. نوريكم الجزء الوسطاني. هانتوما يعني التوريق ناجح 100%. مقادير بسيطه، طريقه عاديه، يعني ما احتاجش منا حتى الوقت كتير. ما بين 10 حتى 15 تقريبا، نحط 15 دقيقه ديال الوقت ديال التوريق ديالو، وجا رائع رائع. ما ديما نقول لكم في التوريق ديالو جا يعني كيستحق انكم تجربوه وتصوبوا به مملحات بريستيج، مملحات لوليداتكم. يعني كيبقى ديك الساعه ملي كتصاوبوا العجين المورق كيبقى لكم الاختيار في الطريقه اللي غادي تخدموا بها. باي طريقه خدمتوا بها العجين المورق غادي يجيكم زوين.
هذا هو الفيديو ديالنا. نتمنى انه يكون عجبكم، ونتمنى انكم تكونوا تبعتوا معايا حتى للاخير باش تستافدوا من الطريقه والمقادير والطريقه ديال التوريق، وتجربوه ان شاء الله لانه بسيط وكيستحق التجربه. نتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله اللي هو لي فولوفون. غنديرهم فولوفون خاويين مربعين ودائريين. من بعد نوريكم بعض الحشوات اللي ممكن انكم تعمروا بهم دوك لي فولوفون والطريقه ديال الطياب ديالهم، لانهم عنده العجين المورق عنده طريقه خاصه ديال الطياب. نتمنى انكم تتبعوا معايا، تفرجوا في هذا الفيديو. ولا عجبكم ما تنساوش الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش الضغط على زر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، وما تنساوش ديروا ليا لايك لان اللايكات ديالكم كيهموني، وما تنساوش بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء، لان هذه الوصفه تحتاجوها الاصدقاء ديالكم والاسره ديالكم، غيحتاجوها لرمضان. يعني هذه الطريقه كنحتاجوها بزاف المملحات في رمضان.